النهارده أسرة برنامج ببساطة بتهني فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وجيشها وشرطتها بإنجازات وانتصارات الشعب كله كان شريك فيها، شريك نجاح. الشعب كان في ظهر القوات المسلحة والقوات المسلحة كانت في ظهر الشعب. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس جديد. لما حسينا بالخطر على بلدنا وقفنا كلنا قلنا لا، المصلحة ركناها، قلنا ان احنا في هوية بتطمس، في مصر بتتسرق، في بلد احنا عندنا استعداد نموت. كلنا خرجنا بكل أطياف الشعب، بكل الأعمار، المسن جنب الطفل، القسيس جنب الشيخ جنب الضابط، كلنا كنا في ظهر بعض، السياسي جنب الشخص البسيط جنب العامل. كلنا كنا شايفين إن مصر بتتسرق ولازم نلحق نبقى كلنا نخاف عليها. 30 يونيو هي ثورة شعب، 30 يونيو هي إنقاذ لمصر، 30 يونيو هي إنقاذ هوية كان مطلوب إنها تطمس، لكن هيهات مصر هويتها ما بتطمسش. مصر تؤثر في العالم ولا يؤثر فيها العالم. كتير بيحاولوا إن هم يخترقونا ويبقوا إن مصر تقع وشبابها، لكن حقيقي لما بنلاقي خطر كلنا بنتحرك. حقيقي المواطنة والانتماء ما بتكونش غير في الخطر. طبعا مصر الدولة الوحيدة اللي ذكرت في الكتاب المقدس وذكرت في القرآن. مصر اللي وطأت أرضها أقدام الأنبياء، مصر اللي شعبها ما بيتكررش، مصر اللي اتغنى لها يا مصر بتعمليها ازاي. لما بيحصل حاجة بتبص تلاقي الناس كلها حريقة مثلا وفي حاجة، بتلاقي كل الناس تبدأ ان هي تتحرك حتى لو بعفوية ان هي تنقذ جارها او تكون معاه. فما بالك بدولة، ما بالك ببلدنا مش هنسمح، وربنا حافظها بدليل ان على مر العصور وعبر التاريخ حصل كتير على مصر محاولات للاحتلال والإضعافها والاحتلالها والتكسيرها وطمس هويتها، لكن في الحقيقة ما حدش نجح، بالعكس مصر اللي كانت بتؤثر في المحتل. ربنا حماها بأنه جعل لها قائد حكيم باصص لبكرة، باصص لأن مصر تكون أفضل. بيقابلوا تحديات كتيرة جدا، وإحنا كشعب بتقابلنا تحديات كتيرة جدا معاه، لكن نثق في القيادة الحكيمة ونثق في ربنا إنه هو هيخلي بكرة أفضل، لأن مصر محفوظة مش في إيده، في قلب ربنا. العالم كله في إيد ربنا ومصر في قلب. كل سنة وكلكم طيبين، كل شعب مصر طيب. نتمنى مصر تكون أفضل، كلنا بندعي لها. يمكن إحنا برضو في السنة دي مؤهلين للدور 32 في كأس العالم، بنتمنى لمصر إن هي توصل لمراحل كويسة، وقد نطمح إن إحنا نوصل للكاس. فدي حلم مشروع، وليه لأ؟ طول ما إحنا في ظهر اللعيبة بتاعتنا وفي ظهر بلدنا هنوصل وهنحقق كتير. برنامج ببساطة بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين، هنشوفكم بإذن الله في احتفالات كتير وفي نجاحات كتير بإذن الله. ببساطة ببساطة ببساطة، بدون طلبات إحاطة وبدون ختام وزارة، حنقولك إيه العبارة وكل ده ببساطة. مهما الإنسان بيعاني من موقف لا إنساني، حتلاقي الحل معانا ببساطة مع ميري. ببساطة 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 مع ميري، ببساطة مع ميري، ببساطة مع ميري، ببساطة مع ميري.